البنات اللي بتعاني من تساقط شعرها، لو شعرك هايش، لو شعرك مقصر، لو الشعرايه بتاعتك ضعيفه بتتكسر بسرعه، كل ما تسرحي تلاقي شعرك بيتلعبك. النهارده هنعمل مع بعض وصفه حلوه جدا. الوصفه دي عباره عن بروتين طبيعي. صدقيني لو عملت الوصفه دي مرتين بس في الاسبوع شعرك هيتنقل من حته لحته ثانيه. يلا بينا على طول نبدا الفيديو. مكونات الوصفه يا بنات هي اول حاجه هنجيب بذور الكتان، وانا قلت لكم قبل كده ان بذور الكتان هي بروتين طبيعي من المواد الجيلاتينيه اللي هي بتفرزها. هعمل ايه بقى؟ جبت معلقتين من بذور الكتان وحطيت عليهم كوبايه ميه انا عاملاها من امبارح علشان تنزل الماده اللزجه اللي بتكون فيها. لو انت عاوزه تحطي عليها ميه مغليه حطي عليها ميه مغليه لو انت مستعجله، بس انا بحب الميه العاديه علشان مش تفقد الخواص بتاعتها. وزي ما انتم شايفين بذور الكتان بتكون ملزقه. بعد ما نقعتها اكتر من 24 ساعه هعمل ايه؟ هجيبها وهصفيها كده علشان استفاد من الماده اللزجه بتاعتها. لو انتوا شايفين اهو الماده بتنزل بصعوبه شويه، هي ماده لزجه فبتنزل بصعوبه شويه، لكن الماده دي بجد كويسه جدا يا بنات ومفيده قوي للشعر. سبحان الله، كولاجين طبيعي وبروتين طبيعي وفيها كل المواد اللي الشعر بتاعك ممكن يستفيد منها. تمام؟ هفضل بقى اقلب كده لحد ما ياخد ايه؟ كل الماده. بصوا الكولاجين ده حلو جدا، هي مش بس حلوه يا بنات للشعر، هي كمان حلوه للبشره. وانا عملت قبل كده بيها سيروم لنضاره البشره. بعد بقى ما خدت كل الكولاجين الطبيعي اللي احنا حاطينه اهو، هعمل ايه بقى؟ هجيب اي نوع من الزيوت اللي انا بحبها للشعر، الزيوت المعالجه للشعر. انا عن نفسي هجيب زيت جوز الهند هحطه عليها، وكمان هجيب زيت الروزماري. وانتوا عارفين قد ايه زيت الروزماري مفيد للتثقيل وتطويل الشعر، وكنت عملت عنه حلقه قبل كده. هحط برده عليها زيت الروزماري، وكمان هجيب الزيت بتاع زيت اللوز الحلو وهحطه عليها. كده الوصفه بقت جاهزه وبقت متكامله وفيها كل العناصر الطبيعيه اللي انت ممكن تتخيليها، اللي هي تعمل ترطيب وتطويل وافاده لشعرك. بس كده لا، انا عن نفسي كمان علشان اتاكد ان المواد دي كلها اتخلطت مع بعض عشان تديني نتيجه كويسه، جبت الهاند بلندر بتاعي وهعمل كده ايه؟ هدورهم كده مع بعض زي ما انتم شايفين. بصوا يا بنات، بعد ما ضربت بالهاند بلندر فتره حتى لونها اتغير كده، انا اتاكدت ان هي كلها بقت دايبه في بعضها زي ما انتم شايفين كده. خدي بقى البروتين الطبيعي ده وحطيه على شعرك لمده ساعه، ما تزوديش عن ساعه لان مكوناته فعلا تقيله قوي. وزي ما قلت لك اعمليه مرتين في الاسبوع وصدقيني هتلاقي نتيجه وهميه. ما تنسوش لو الفيديو عجبكم وجربتوا الوصفه وعجبتكم تكتبوا لي في الكومنتات ايه رايكم في الوصفه. مع السلامه.